بصراحه كفايه يا كابتن محمود. ما هو حضرتك مش فوق النقد. حضرتك مش فوق النقد نهائي. الحمد لله الانتخابات قربت، لان حضرتك بامانه الله انت خربت الملف بتاع الكوره. من اول ما خدت قرار برحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي احنا لغايه دلوقتي كاهلاويه مش فاهمين هو مشي ليه. انت لغايه دلوقتي مش عارف تعوضه، كل فتره رحيل مدير كوره، وجبت عملت منصب جديد المدير الرياضي. مش عارف تعوض رحيل الكابتن سيد عشان قرارك الخطأ، ومش عايز تصلحه، وكبريائك مش عايز ترجعه تاني. زي ما كبريائك جبت مدرب كفتاجي يقودنا في كاس العالم وعمل نتائج كارثيه، ومصمم انت مش عارف انت في ورطه دلوقتي، مش لان انت اللي جايب المدرب ده، فمش عارف تطلع تقول ايه للناس. انت لازم تطلع تعتذر لجماهير النادي الاهلي على المدرب الكفته اللي انت جايبه ده مدرب كفتاجي. انت عملت كوارث في الملف بتاع الكوره. من ضمن الكوارث ديت دخول امام عاشور النادي الاهلي بعد ما غلط في رموز النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. فانت يا كابتن لا، ملف الكوره المفروض يا تسيبه خالص، كمل ما عندناش اي مانع، بس ملف الكوره انت مالكش دعوه بيه. للاسف اللي انا بقول كده، وانت كنت لعيب اسطوره من ضمن اساطير النادي الاهلي، بس انت ملف الكوره انت بوظته يا كابتن. بتاخد قرارات خطا كتير، كل فتره استخدام لعيبه ورحيل لعيبه، شيل مدرب وحط مدرب، شيل مدير كوره وهات مدير كوره. كابتن سيد عبد الحفيظ فيها ايه لما تجيبه يسيطر على الناس دي؟ انا مش فاهم. غيرت لجنه التخطيط، وغيرت السكاوتنج. انا مش عارف انت عايز تعمل ايه بالظبط يا كابتن. انت انشغلت اللي انت تبقى رئيس تاريخي للنادي الاهلي عن ملف الكوره. فعشان كده بنقول لك كفايه يا كابتن، كفايه. يا اما حضرتك تكمل وتسيبك من ملف الكوره، يا اما كفايه مالكش دعوه بملف الكوره خالص. ما حدش يزعل منا يا جماعه، ومفيش حد فوق النادي الاهلي. مفيش حد عندنا فوق النادي الاهلي. سلام.